ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. فيديو النهارده واخيرا شوب ماي ستاش. بقالي كتير جدا عايزه اقعد اصور الفيديو ده وما عنديش وقت خالص، بس اخيرا لقيت الوقت عشان اصوره، عشان الحاجات اللي محطوطه في الدرج بقالها كتير وعايزه اغيرها بقى. يعني بقالي كتير قوي مستخدمتش حاجات كتير. المهم دي سلسله فيديوهات انا بعملها دايما، يعني كل فتره. كان المفروض كل شهر بس بقيت كل فتره، يعني ان انا بختار مجموعه من الميك اب اللي عندي في الكوليكشن وبركز عليه لمده معينه، بحاول ان انا استغله واستخدمه، وبعديها بفتره برجع اشيله واحط منتجات تانية، فكده بقدر استغل كل المنتجات اللي عندي، ويعني بحس ان انا كاني جبت حاجات جديده. هو اوريدي في حاجات جديده بس ما علينا يعني. فلو حبيتوا فكره الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير كمان مع اصحابكم. وبس يلا نبدا الفيديو. طبعا شكل الدرج اختلف خالص. جبت حاجه مكان اورجنايزر كده جديد، هتشوفوا دلوقتي. هبعد شويه عشان تشوفوا. طيب ده اللي انا حاطه فيه دلوقتي الميك اب اليومي بتاعي. هو ده كان اورجنايزر كده، المفروض ده بتاع طقم المعالق والشوك بتاعي وكده، وانا اصلا حاطاه في النيش بتاعي. فالمهم كان عندي الصندوق ده، طبعا هو صندوق خشب كده وشيك وتحفه، وكنت حاطاه تحت السرير مش بستخدمه، فطلعته وقلت استخدمه واستغله كده، ويبقى هو ده الميك اب بتاعي اللي انا بستخدمه ملموم في مكان كده فوق المكتب برضو. يعني هو مش حاجه ضخمه قوي. هو بصوا لي غطا كده زي ما شايفين، المفروض ده بيقفل بس انا سايباه مفتوح عشان اقدر ان انا استغل المساحه اللي هنا، وما بقاش كل شويه اقعد افتح واقفل، لان انا كنت حاطه الحاجات دي فوق البتاع اللي بيقفل ده. فقلت لا خلاص هخلي الحاجات موجوده جوه اورجنايزر جوه هنا في الدور الاولاني، والدور التاني بيبقى فيه درج كده، والدور التاني عباره عن درج حاطه فيه باقي الميك اب بتاعي وكده. فممكن نعمل جوله كده سريعه كده على الحاجات الموجوده الاول فوق، وبعد كده ندخل على الدرج. فوق حاطه هنا الباليتس، دي الباليتس اللي انا كنت مختاراها عشان يعني ايه مش مكفيه في الدرج. وكمان في 2 باليتس، دول الباليتس الكبار اللي عندي في الكوليكشن، وفي باليت كمان كبيره ورا هنا برضو، دي باليت كبيره بتاعه البلاشرز وكده، وباليت هايلايتر. فدول الباليتس الكبار دايما حطاهم ورا هنا، دول اللي انا كنت مختاراهم الشهر اللي فات. الجزء ده حاجات بتاعه البروجكت بان، فدي هتفضل زي ما هي اعتقد. يعني شويه ليب لاينرز دول مالهمش علاقه بالبروجكت بان. وهنا في الليبستكس اللي انا كنت بختارهم ان انا اركز عليهم الفتره اللي فاتت. وهنا في شويه راندوم ليبستكس اللي انا بستخدمها او ايدي بتيجي عليهم الفتره دي، وماسكارا. وكمان ورا هنا في الاكحال وكده. هنا على جنب في شويه لينسز جداد عايزه لسه ان انا استخدمهم. وفي كمان البتاع ده كنت حاطاه في الدرج، وبعدين حسيت ان هو ملهوش اي لازمه، بس قلت انا لو شلته هنسى، فخليته محطوط هنا على جنب. يعني مش هستخدمه دلوقتي بما ان انا عندي البتاعه الكبيره، فقلت ممكن ده ينفعني لو انا مسافره بتاع مش عايزه اخد الازازه الكبيره بتاعته. ده بتاع شي جلام، اللي هو الجلو ميكسر بتاع شي جلام. ده السامبل بتاعته بيجي فيها كام 6 درجات عشان تقدري تحددي الدرجه بتاعتك. يعني هو فيه كتير اصلا، انا بس خدت اول 6. ما علينا، ده هيفضل كده اهو، هينفعني في السفر. وفي بقى الفرش بتاعتي، فرش البشره وفرش العيون، حطاهم هنا قدامي عشان يبقى سهل ان انا استخدمها. طبعا في مناديل، وفي اللي هو الايلاش كيرلر، وفي البتاع القطن ده. ما علينا. يلا بينا نبدا بقى على الشوب ماي ستاش. زي ما قلت لكم هنبدا بالباليتس. هما دول الباليتس اللي انا كنت مختاراهم الشهر اللي فات. اول واحده دي كانت من روبي روز اللي هي اسمها سوفت نوت باليت. دي من الباليتس اللي انا بحبها جدا، ودي تقريبا اكتر باليت انا استخدمتها الفتره الاخيره. فظيعه. المفروض دي بديله بتاعت هدى بيوتي. ده شكلها من جوه، واكيد واضح انا يعني مستخدماها كتير ازاي. فدي هترجع للكوليكشن واختار باليت تانية. كمان كنت حاطه الباليت دي بتاعت كاتريس، دي برضو من الباليتس اللي انا بحبها جدا. وده شكل درجاتها من جوه، درجاتها حلوه جدا، بس انا حاساها شتويه اكتر فخلاص هشيلها. ما استخدمتهاش كتير قوي بصراحه، ولكن استخدمتها يعني، فمبسوطه انا استغلتها، بس حاسه ان انا عايزه استخدمها في الشتاء اكتر. وكمان في الباليت دي من شي جلام اللي هي اسمها ارتستري باليت، وبيكون شكلها عامل كده من جوه، كلها نودز وكده، الوانها حلوه قوي. برضو استخدمتها كذا مره، بس حاسه ان دي اقل باليت انا استخدمتها، فمش عارفه هل اسيبها. ممكن اخليها دلوقتي ونشوف واحنا بنختار هل هيبقى ليا نفس العب بباليت ثانيه ولا هخليها دلوقتي. الليبستكس اللي انا كنت بختاره ان انا اركز عليهم كانوا هما دول. تمام. ده انا استخدمته كتير جدا، بتاع ذا بالم
تحفه، حلو جدا. كل ما اجي اعمل ميك اب لوك بينك دايما ايدي بتيجي عليه. تمام، دي الدرجه بتاعته، درجته خطيره، بيدي كده حرقان نعناع خفيف جدا يعني، مش حاجه بلامبينج ولا حاجه. كمان في ده بتاع ميبيلين سوبر ستاي اللي هو رقم 5 لويالست، ده استخدمته كام مره مش كتير قوي، درجته نوت خطيره برضو. معلش لو الاضاءه مش احسن حاجه، بس عشان انا ايه مش عارفه كده اظبط الاضاءه قوي المره دي، بس استحملوني شويه. وكمان في ده من شي جلام اللي هو بيجي على شكل ليبستيك عادي كده، وده رقمه 608 اسمه نود بينك، ده استخدمته برضو كذا مره وكان حلو جدا فهشيله دلوقتي. وكمان من شي جلام كنت حاطه ده بيجي كده في ست 3 مع بعض، الدرجه دي اللي هي اسمها توباز، حلوه جدا. استخدمتها مره واحده بصراحه، ما استخدمتهاش كتير بس خطيره، وممكن دي اسيبها، عايزه استخدمها اكتر. وبرضو استخدمت ده من NYX اللي هو درجه ابو ظبي اللي هو سوفت مات ليب كريم، بحبه جدا، مريح جدا على الشفايف وشكله خطير. حاسه ان هو قرب يخلص اصلا، معلش بقى على التعويره دي، اعملوا نفسكم مش شايفينها. فدي درجات الليبستكس اللي انا كنت حطاها عشان اركز عليها، فهشيلهم كلهم ما عدا بس بتاع شي جلام اللي هو ده. تمام، وده كده شكل الدرج من جوه. في بقى بقيه الحاجات بتاعه الميك اب، حاطه هنا البرايمرز، الفاونديشنز والكونسيلرز، بلاشرز كتير، باودرز وشويه باليتس هنا في الجناب. هنا في حاجات بقى بلاشر وهايلايتر وبرونزرز وكده. فتعالوا نبدأ من الأول. هنا أول حاجة في الهايلايتر ده بتاع كاتريس، تمام، ده استخدمته كتير جدا، تقريبا ده الهايلايتر الوحيد اللي كنت بستخدمه الفترة الأخيرة، اللي هو رقم 10، تحفة وخطير ويعني يجنن، بحبه جدا جدا، بيدي لمعة فظيعة. بس هشيله دلوقتي، مش عارفة هيبقى باين ولا لأ، هشيله دلوقتي عشان استخدمته كتير قوي. الهايلايتر بتاع الكاركتر ده للأسف ما استخدمتوش حتى ولا مرة، فهيفضل موجود. ده درجته هو حلو جدا، بس هو في شويه جليتر كده بيبان، بصوا هو قوي ازاي، فظيع. ده لوز هايلايتر، فده هيفضل موجود. هنا في الايلاينر بتاع لوريال، ده ما استخدمتوش تقريبا فهيفضل موجود. وفي باليت الحواجب بتاعه ويت ان وايلد، برضو دي ما استخدمتهاش قوي، فحاسه ان انا حابه اخليها موجوده اكتر، بما اني جبت كام حاجه للحواجب جديده، فيعني ايه ما استخدمتهاش قوي، فدول هيفضلوا كده زي ما هما. الجزء ده بقى فيه شويه بلاشرز. اول بلاشر ده المفروض ان هو اي شادو او لوس اي شادو، وانا بحب استخدمه جدا كبلاشر. ده من براند اسمها فلوريل، انا جايباه من زمان يعني، فمش عارفه للاسف البراند دي تقدروا تجيبوها منين. بصوا هوريكم بقى شكله، بيبقى خطير، بيبقى كانه بلاشر جلوي كده، ممكن كده احسن شويه. فده استخدمته كذا مره، هشيله. كمان كنت حاطه البلاشر ده من سيبال، الدرجه بتاعته لونها بينك ناعم كده، خطيره، درجته اسمها روز تندرس رقم 9، حلو قوي، استخدمته كذا مره. ده البلاشر اللي كان مكسور ومكنتش عارفه استخدمه عشان مكسور. بصوا دي الدرجه بتاعته، حلو قوي طول اليوم وناعم كده وبيندمج بسهوله، فتحفه. بس هشيلها دلوقتي. برضو البلاشر بتاع اماندا ده استخدمته برضو كذا مره، مش عارفه ايه اللي هنا ده. دي درجته رقم 2، تمام، هو نوت كده خطير، حلو قوي وناعم برضو، كنت بستخدمه كتير قوي يعني، تحفه لكل يوم. شايفين عملت لكم سواتش خفيفه كده، نتقل كده عشان تشوفوا اللون، تهيالي كده اللون واضح اكتر. هشيله برضو. كمان ده من ويت ان وايلد، استخدمته كام مره، ده اللي هو درجه اللي اسمها ميلو واين، دي درجه مشهوره قوي في ويت ان وايلد، بس هي غامقه شويه عليا، فانا للاسف ايدي مش بتيجي عليها كتير، بس استخدمتها يعني كذا مره. ودي شكل الدرجه، شايفين فرق يعني، تطلع غامقه على بشرتي، فبحتاج منها كميه قليله جدا جدا. كمان كنت حاطه الباليت دي من ميك اب ريفولوشن، ديو بلاش هايلايتر، ودي اللي هي درجتها اسمها سويت، تيجي درجه بلاشر ودرجه هايلايتر، حلو قوي، استخدمتها برضو كتير. تمام، عايزه اعمل لكم برضو سواتش. ده ناعم قوي، ملمسه حلو قوي وهو فاتح، فانا حاسه هو يعني مناسب اكتر لوقت الشتاء. بصوا الهايلايتر برضو اللي فيها تحفه جدا جدا وقوي. بصوا ده شكله، عايزه برضو اوريكم على ايديا، ممكن اوريكم هنا او ممكن اوريهولكم جنب الهايلايترز احسن، مش عارفه. بصوا اللمعه، واحلى حاجه فيه كمان ان هو مفيهوش جليتر، مفيهوش جليتر خالص،
حطيت لكم بقى البتاع ده عشان ايه التعويره ما تبقى شكلها يعني ايه بيضايق حد. اتمنى تكونوا شايفين. بصوا الفرق ده بتاع كاركتر قد ايه مليان جليتر. ده فيه شويه جليتر مش مفهوش بس ناعم، ده مفهوش بقى خالص. تمام، فدي برضو هشيلها. واخر بلاشر كان محطوط اللي هو ده من ذا بالم اللي هو اسمه هوت ماما. ده بلاشر انا بحبه جدا جدا. ده شكله من جوه بس للاسف ما استخدمتوش كتير، فحاسه ان ده ممكن اسيبه. بصوا دي الدرجة بتاعته، فتقريبا دي كده درجات البلاشر. لا لسه في هنا كمان كنت حاطه ده المفروض ان هو بلاشر اسمه تيراكوتا بلاش اون من براند اسمها جابريني. دي براند تركي. دي انا جايباها من على ترنديول، بس مؤخرا شفتها او شفت منتجات ليهم على نون. عندهم باودر وحاجات كده تانية، بس انا ما جربتش حاجه غير ده البلاشر ده. بس هو طلع درجته غامقه جدا عليا، الدرجه رقم 36، فغامقه جدا وبتبان عليا برونزر زي ما انتم شايفين عامله ازاي. فانا بستخدمه كبلاشر برونزر لان هو فيه ميكس كده لدرجات مختلفه، وهو جلوي جدا، في شويه جليتر مش حاجه اوفر يعني. تمام، بصوا ده شكل الدرجه، في جليتر شبه ايه بتاع كاتريس شويه، بس الجليتر بتاعه ناعم يعني مش حاجه اوفر. ده استخدمته كتير هشيله. كمان كنت حاطه ده من لونا، ده برضو المفروض ان هو برونزر ولكن الدرجه بتاعته طلعت بلاشر عليا. دي اسمها سانكيست رقم 3، مكتوب عليها اهو برونزنج باودر، بس الدرجه دي مش برونزر خالص خالص. هو بيتقسم لنصين كده، نص هايلايتر ونص برونزر، فيعني انا بعمل لهم ميكس اغلب الوقت. عايز اقول لكم ناعم بشكل خطير، ناعم نعومه ملمسه فظيع. بصوا الهايلايتر بتاعه ده بقى مفهوش سنه جليتر، ناعم جدا. بصوا تحفه. وكمان البلاشر اللي فيه خطير، والبيجمنت بتاعته حلوه ولونه خطير، نوت تحفه كده. لما بعمل بقى ميكس الاتنين مع بعض بحسه ايه اللون بيبقى مظبوط كمان عليا اكتر، وبيبقى جلوي كده وخطير. فده عايزه اعمل لكم ميكس حلو يعني. ده تقريبا اللون لما بعمله ميكس مع بعض. تمام، ده استخدمته برضو كتير واوريدي كان محطوط من قبل كده، فانا هشيله لانه يعني بقاله كتير قوي. هنا باليت هنا كمان ممكن نتكلم عنها بالمره. الباليت بتاعه روبي روز اللي هي في المود دي بيبقى فيها هايلايتر وبلاشر وبرونزر. دي استخدمتها برضو كتير. اكتر حاجه استخدمتها في الباليت هي البرونزر، فممكن نعمل البرونزر هنا مثلا. برونزر عجبني ان هو ناعم، درجته مش غامقه اوفر ومش اورنج اوفر، حلوه لكل يوم يعني. والبلاشر اللي فيها تحفه وبينكي حلو. اعمل لكم سواتش للدرجه هنا. بصوا البينك بتاعها تحفه ازاي، حاسه يعني قريب شويه من بتاع كاتريس او قصدي سيبل. والدرجه اللي هنا بقى دي يعني ايه ما بتطلعش اساسا، اللي فوق دي فايه كأنها مش موجوده. وانا مش عارفه عملت سواتش للهايلايتر، بتهيألي لا. ممكن اعمل لكم سواتش للهايلايتر هنا برضو جنب باقي الهايلايترز. بصوا الهايلايتر خطير، حلو جدا، مفهوش برضو جليتر، ولونه حلو، لونه جولد كده. فدي شكل الهايلايترز، دي هشيلها برضو. في بقى البرونزر ده من كاتريس. للاسف ده ما استخدمتوش كتير، استخدمته مره مثلا ولا مرتين، فحاسه ان انا عايزه اخليه موجود شويه كمان. اعمل لكم برضو سواتش ليه. هو حلو، عجبني ان هو برضو مش غامق كده ولونه ينفع لكل يوم. بصوا اهو، دي بتاعه روبي روز وده بتاع كاتريس، فده هيفضل موجود. في هنا ماسكارة الحواجب بتاعه كاركتر، ودي ما استخدمتهاش ولا مره، فانا حطاها هنا اصلا ناسيها، فممكن اطلعها فوق احسن تبقى قدامي. كمان في باليت البرونزر دي من اكسو، دي براند تركي كده، كنت جايباها من ماكس بس اللي هو في دبي. ما اعتقدش ان البراند موجوده هنا، وما اعرفش اصلا لسه موجوده ولا لا يعني. جايباها بقالي مده. هي الباليت كويسه ولكن هي مش ثابته، بعد ساعتين 3 كده بحس ان انا كاني محتاجش برونزر ولا حاجه. الوانها حلوه برضو. البرونزر اللي فيها عجبني ان هو مش غامق قوي. بصوا بس هو على اورنج اكتر من التانيين شويه، بس حلو برضو. وفيها درجتين تانيين، في درجه جلوي كده شويه، بحب بقى ان انا اعمل لهم ميكس. تمام، والدرجه التانية بقى دي فيها جليتر، فدي ما بستخدمهاش خالص تقريبا، وغامقه شويه.
فدي درجات البرونزرز، فدي هشيلها. مغمتهاش كتير بصراحه ولكن هشيلها بقى. يعني في هنا بقى حاطه شويه سبونجز، دول عايزين يتغسلوا فهشيلهم دلوقتي. وطبعا دي من الحاجات اللي لازم تتشال لان انا ما كنتش عارفه استخدم باودر غيرها. حلوه جدا، عجباني جدا. يعني انا كنت اول مره استخدمها بعد ما بدات استخدم التكنيك اللي هو بالباف. حسيت شكل الباودرز كلهم اختلف وبقيت يعني كاني بجربهم لاول مره. انا كنت زمان يعني بثبت دايما بالبرش، فلا من ساعه ما جربت دي وانا خلاص بثبت بيها بس ما بثبتش باي فرشه. فيعني حبيتها جدا بالباف سبونج، بتدي شكل ناعم وبتدي كفرج حلو، فجميله. دي من ميني سو، اسمها كوين كولكشن لوز باودر، والدرجه اللي عندي اسمها ناتشرال نود رقم 2. ممكن تلاقوها في ميني سو اللي في دبي. تمام، فهتتشال طبعا. كمان كنت حاطه دي من بريتي باي فلورمر، دي برضو من الباودرز الحلوه جدا والناعمه جدا. والدرجه دي اللي هي ايه بقى رقم 2 لايت بورسلين، هشيلها برضو، استخدمتها كذا مره. وهشيل برضو الباودر دي من شي جلام، دي اللي هي انستا ريدي، بتبقى فيها كومباكت باودر اهي، فيها كومباكت باودر وكمان فيها لوز باودر. استخدمتها كم مره وحلوه جدا. الجزء اللي فوق مش عاجبني قوي، بحسه بينشف شويه البشره. الجزء اللي تحت حلو، فهشيلها دلوقتي مع اني عايزه اسيبها لان هي تعتبر اجدد باودر عندي يعني. بس هشيلها عشان استخدم حاجات تانية من اللي عندي. ندخل على مثلا باقي الباليتس. في هنا باقي باليتس اي شادو. في الباليت دي بتاعه شي جلام اللي هي الكولكشن بتاع الابراج ده، دي اللي هي اسمها كيرين كانسر باليت. ده شكلها من جوه، بيجي الوانها بينكات كده وفيها كام حاجه على نود. استخدمتها كذا مره ولكن يعني استخدمت اللون ده واللون ده، ممكن ده وده برضو بس مره مثلا، لكن دول اكتر حاجه كنت بستخدمها. واللون ده خطير لكل يوم. استنوا همسح حقيقتي عشان اعمل لكم سواتش. بجد اللون ده حلو قوي. اولا الملمس بتاعهم فظيع، ناعم جدا. وبصوا الدرجه تحفه. برضو الدرجه دي كمان حلوه قوي. بس هما دول اكتر درجتين حاساهم مميزين في الباليت. هو الباليت نفسها حلوه بس يعني تجيبيها لو انتي ناقصك الالوان دي، لكن مش ان انتي تعتمدي عليها بشكل يومي. يعني مبسوطه ان انا استغلتها، هشيلها عشان نستخدم حاجه تانية. كمان كان في الباليت دي من شي جلام اللي هي الميني باليت دي. يعني انا كنت حاسه انها هتطلع مقلب، بس بصراحه عجبتني جدا جدا جدا. يمكن دي اقول لكم لا هاتوها، دي تحفه وتعتمدوا عليها، تنفع معاكم لو ميك اب مناسبه، تنفع لكل يوم، فخطيره. برضو اللون المميز اللي فيها اللي هو ده لون كده بيدي جليتر فظيع. بصوا هو عباره عن جليتر كده، مش ان هو فيه لون، مش عارفه اوصفه لكم ازاي. بصوا خطير. ده بحطه بقى فوق اي لون، يعني بحط مثلا اللون المات ده الاول كده وبعدين فوقيه اللون الجليتر ده، بيحول لي اللوك. شايفين؟ تحفه. وطبعا دول حلوين برضو، دول شيمر، يعني هما فيهم 3 شيمر، واحد بس مات. في منها الوان تانية فمش عارفه بقى الالوان التانية ايه نظامها، فمش حاسه ان انا عايزه ان انا اجيبها. حاسه ان يعني دي بالنسبه لي تحفه. كمان من شي جلام كان في الباليت دي برضو كانت تعتبر باليت جديده في الكوليكشن عندي. دي اسمها جازي جيج سو اي شادو باليت، والدرجه اللي اسمها هود النود تقريبا، هيود النود، مش عارفه بتتقال ازاي. وبيجي شكل درجاتها كده. تمام، درجاتها برضو نود وحلوة جدا لكل يوم، عجبتني جدا. الدرجة دي طبعا خطيرة. المات كله تحفة. وبرضو دي يعني هي فيها لونين بس شمر والباقي مات، وكله تدرجات البنيات. بس البني اللي فيه سنة بينك برضو ده، يعني ده مثلا فيه سنة اللي هو اسمه روز جولد كده شوية. شايفين؟ حلوة قوي. بفكر ان انا اشيلها برضو، مش عارفة، هسيبها دلوقتي ونشوف. وفي الباليت دي من اناستازيا سوفت جلام، دي انا حطاها عشان احاول ان انا استغلها واحاول اوصل للبان في اي لون من الالوان. يعني بقالي مده ما استخدمتهاش عشان يعني زي ما شايفين كان في كذا باليت درجاتهم كلها انا مش عارفه ليه مش مطلعها كلها. كان في باليتات كتير درجاتها قريبه من ده، بس بعشق الدرجه دي من الباليت. بصوا خطيره وناعمه جدا وتحفه.
اكتر درجه بستخدمها تقريبا في الباليت هي الدرجه دي والدرجه دي. المات كله برضو تحفه، اللي هما الصف اللي تحت ده، فدي هتفضل موجوده عشان نستغلها كده شويه. بس ده كده سواتش لشويه اي شادو من اللي كانوا محطوطين، واكيد واضح كلهم على نودات وحاجات يوميه يعني. ندخل بقى على الجزء ده، ممكن اشيل دي كده شويه عشان نقرب الجزء ده ونعرف ان احنا نتكلم عنهم. طيب نبدأ من الجنب ده. هنا في الليكويد برونزر ده من شي جلام، الدرجة دي اسمها جولدن سان، حلوة جدا لو انتي بشرتك فاتحة هتبقى تمام. بصوا اعتقد ان انا هفضل سايباها، انا مش فاكرة عندي كريم برونزر تاني غير ده ولا لأ، فلو لقيت واحد تاني هعمل لهم سويتش، يعني هشيل ده واخد التاني، لو ما لقيتش غير ده فهفضل سايباه. الحاجات اللي يعني استخدمته كتير جدا جدا اللي هو الجلو ميكسر بتاع شي جلام، تحفه. دايما بتسأل على الدرجه بتاعته، درجته رقم 1 اسمها فير نيوترال، تحفه وخطير. مش عارفه اشيله ولا لا، حاسه ان انا استخدمته كتير قوي وعايزه استغل الحاجات اللي عندي ده شبهه شويه، ده من سوب اند جلوري اسمه هوكس فوكس، فبفكر اخلي ده، بس مش متأكدة هل هرجع اطلعه تاني ولا لا، فهشيله دلوقتي عشان اركز على ده. وهسيب ده بتاع سوب اند جلوري هوكس فوكس. انا ممكن اعمل لكم سواتش صح عشان تشوفوا الفرق بينهم. ممكن اعمل سواتش هنا على دي. بصوا اوب 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 اوب، هو بيجي ابليكيتور كده شبه الكريم بس بيبوظ دايما. بصوا ده درجته عامله ازاي، ده خفيف، الجلو بتاعه خفيف مش زي بتاع شي جلام، وبيرطب شويه صغيرين بس يعني تقريبا نفس الفكرة. وده بيجي الابليكيتور بتاعته شبه الكونسيلر كده بس كبيرة شوية، وده شكله شايفين بيدي جلو اكتر طبعا وبيرطب اكتر برضو. بصوا ده بتاع شي جلام وده بتاع سوب اند جلوري، ده خفيف كده، فاعتقد ده مش بيبان قوي تحت الميك اب زي بتاع شي جلام. الجزء ده بقى فيه الكونسيلرز، تمام. وده المفروض ان هو فاونديشن، ده كذا فاونديشن عندي درجاتهم مش مظبوطه فحطيتهم في الكونتينر ده، كان قديم عندي لبرايمر قديم كده عندي وكان فاضي خلصته يعني، وبدات ان انا احط فيه بامب، كذا بامب من كل الانواع اللي انا مش عارفه استخدمها عشان درجتها مش مظبوطه، وظبطت الدرجه بالفاونديشن الابيض او البيجمنت الابيض بتاع الاجيرل، وبقى درجته مظبوطه وخطير، عجبني جدا. مكنتش تقريبا بستخدم غيره هو وده، تغطيته خفيفه كده وفي نفس الوقت بيوحد اللون وشكله ناعم، مش كيكي مش تقيل، فحاسه ان انا يعني عملت احلى اختراع وكنت بستخدمه كتير، فحاسه ان انا عايزه اخليه يفضل موجود عشان استغله، بما ان انا يعني ايه ما بحطش اصلا فاونديشنز كتيره، وده يعتبر كذا فاونديشن من اللي عندي مع بعض، فهسيبه دلوقتي عشان استغله اكتر. ده بقى اللي هشيله لان استخدمته كتير جدا، ده من كلايو اللي هو الكونسيلر بتاعهم الطبي، والدرجه اللي عندي اللي هي اسمها لايت برضو حلو استخدمته، هو لونه على اصفر شويه وناس كتير بتعمل لي كومنت ان هو بيخلي وشي اصفر، فيعني هو على اصفر شويه بس يعني بيتظبط لما بحط باودر بتاع مش عارفه ايه دي، لما بحط باودر او كده الدرجه يعني بتبقى تمام، مش بتضايقني او مش بتبقى باينه قوي في النور او في الحقيقه يعني، بس تمام. هو برضو نفس الفكره كده ان هو خفيف بيوحد اللون بشكل خفيف ومش بيبقى تقيل ولا كيكي ولا اي حاجه، ولكن هو ايه بيخطط شويه فلازم يتثبت كويس، فده هشيله عشان استخدمته كتير جدا. من الحاجات بقى اللي ما استخدمتهاش كتير عشان هو عكس كل اللي انا كنت بتكلم عليه اللي هو بتاع لوريال انفاليبل مور ذان كونسيلر، والشيد اللي عندي اللي هي اسمها فانيلا 326، الدرجه بتاعته فاتحه ولكن تقيل، يعني انا ما عنديش مشكله في الدرجات الفاتحه بس تقيل جدا، تقيل قوي تحت العين، ويعني بيبقى الشكل كيكي لو كترتي، فانا بحط منه نقطه صغننه. ممكن اعمل لكم سواتش كده منهم برضو جنب بعض. بصوا ده الشيت بتاعت لوريال، بس مؤخرا جات لي الفكره طب انا ليه ما اظبطوش واحط له السيرم بتاع جوسي بيوتي، يعني انا هنا عامله حاطه لهم السيرم بتاع جوسي بيوتي عشان يدي الترطيب اللي انا بحبه ده، ففعلا حطيت له السيرم وحاسه فرق شويه، بقى شكله انعم شويه بس ستيل برضو تقيل، فحاسه انا عايزه ازود له شويه سيرم كمان. الكونسيلرز الجديده اللي انا كنت جايباها من شي جلام، ده اللي هو بيجي في شكل جار مش عارفه اسمه ايه كده، ايا كان اسمه ايه، الدرجه اللي انا جايباها فير يعني ما عجبنيش خالص
هو كيكي كده وغريب وتقيل، ما اعرفش، ما حبيتوش خالص خالص خالص. بصوا ده شكله، هو بيدي فينش مات وشكله كيكي تحت العين. لو تقلت منه فلازم اخد منه نقطه صغنونه جدا جدا جدا. مش عارفه، ما حبيتوش قوي وعايزه اشوف له طريقه عشان احبه فيها، ولكن يعني هشيله دلوقتي من هنا ونبقى نشوف له صرفه بعدين. عايزه اعمل لكم سواتش كمان ده بتاع كليو عشان تشوفوا برضو فرق الدرجات. شايفين ده الدرجه بتاعته جايه على اصفر كده شويه، ده درجته حلوه، بس يعني الاتنين فاتحين برضو بينوروا، وانا يعني بحب كده، بحب تحت عينيا يبقى منور. ودي الدرجه اللي انا بستخدمها بتاعه الميكس الفاونديشنز، وانا بستخدمها فاونديشن وكونسيلر، يعني انا بحطه تحت عينيا ككونسيلر لان درجته حلوه. بصوا الدرجه خطيره ازاي، ضبطت الدرجه صح. قلنا ده هنشيله. والكونسيلرز اللي انا ما لمستوش تقريبا بتاع ميبلين اللي هو ايدي رواين، مش فاكره انا استخدمته مره حتى، مش عارفه ايدي مبقتش تيجي عليه، مع انه كان من الحاجات اللي انا ما بقدرش استغنى عنها. ده اللي هو درجته اسمها ايه، نيوتراليزر تقريبا، ايوه. فبصوا نحطه فين، نحطه هنا عشان تشوفوا برضو. درجته كويسه بس تقيل قوي، بصوا تقيل مقارنة بالحاجات التانية، بس انا كنت بحبه فانا مش عارفة مبقتش بحبه زي زمان، وللأسف عندي واحد منه مقفول لسه. بس يعني هنشوف له صرف هنشوف له صرفة برضو. ممكن احط له السيرم، بحس سيرم جوسي بيوتي ده بيظبط اي حاجة عندي تقيلة كده. هسيبه لاني ما استخدمتوش خالص، كان تحت بقى وكنت دايما ايدي بتيجي على الحاجات اللي فوق. ده استخدمته مرتين 3 كده بتاع H&M اللي هو ده فاونديشن، ستيك فاونديشن، تمام. انا لحوسته بيجي شكله كده، ده تحفة، ولكن بيخطط بشكل عجيب. بصوا لونه تحسوا يعني الماتشنج بتاعه حلو. مش عارفة ده درجته ايه، وورم بيج. هشيله، يعني مش عارفه استخدمه للاسف، مش عارفه استخدمه لانه زي ما بقول لكم بيخش في اي خطوط في الدنيا، يعني خطوط اللي هي عند الابتسام، خطوط تحت العين، مش عارفه استخدمه حلو. انا ما بحطش فاونديشن زي ما قلت لكم، فبستخدمه ممكن تحت عينيا بتاع، بحس شكله غريب. هو مش تقيل ولكن بيخطط جدا مهما ثبته، فهشيله دلوقتي. انا استخدمته كم مره فهشيله. نيجي بقى لاكتر فقره انا بحبها، ويعني انا سايباها للاخر عشان كده ايه نحلي بيها. الكريم بلاشرز. طبعا انا كنت ممكن من سنه ولا من سنتين الكوليكشن بتاعي مفيهوش غير مثلا كريم بلاشر واحد كده وخلاص. دلوقتي ما شاء الله عمالين يهلوا علينا ويزيدوا، بس يعني بقيت مدمنه ومش عارفه ابطل، بس هنحاول. بس المشكله في شيجلام كل يومين تطلع لنا بلاشر جديد، فهنبدا بالحاجات اللي مش شيجلام وبعدين ندخل على شيجلام. اول حاجه كانت ده من فلورمر اللي هو درجته كانت اسمها ايه بقى، اتمسحت تقريبا، درجته رقم 3 تقريبا، وتقريبا كان اسمها روز وود حاجه كده. ده موجود على نون دلوقتي وكان عليه سيل، او معرفش هو سعره كده ولا لا، كان ب250 تقريبا، فسعره يعتبر كويس بس كميته قليله مقارنه بحاجات تانية. ده 4 مللي بس، ففي حاجات تانية كميتها اكتر بنفس السعر وجودتها تقريبا شبه ده، بس هو حلو يعني انا مش متضايقه منه. ده شكل الدرجه حلو قوي، استخدمته كتير وجميل، بس هشيله عشان نستخدم حاجات تانية. ايه كمان هنا مش شيجلام، كل ده شيجلام. في ده من اماندا ليكويد بلاش، الدرجة اللي اسمها او رقمها 3، تمام. ده درجته بينك فاقعة جدا، ويعني ايه تقريبا مش بنحتاج اكتر من النقطة دي. انا مش عارفة هو ايه ده، نشف شكله لاني تقريبا ايدي مش بتيجي عليه. ده اقل كريم بلاشر انا استخدمته في الموجودين هنا. ايه ده ايه اللي بيحصل ده، هو باظ ولا ايه؟ استنى يمكن هي بس كان في حته بايظه كده. هنشيل الحته دي ونعمل سواتش تانية. استنى هنعمل سواتش تانية، تمام. هو تقريبا زعل مني عشان انا تقريبا، لا هي كانت في حته ناشفه، بس كان في حته ناشفه. وده يعني ايه عشان تصدقوا انا بقولش اي كلام. بصوا دي الدرجه بتاعته، درجته حلوه وحاساها صيفي، مش عارفه اسيبه ولا لا، بس انا جايبه حاجات تانية جديده. ده زي ما قلت لكم ما استخدمتوش كتير عشان مش اسهل واحد في الدمج في كل دول، وممكن يقطع في الدمج برضو على البشرة كده.
ودرجته كمان يعني مش حاجه لكل يوم. شايفين انا النقطه بهدلت الدنيا. والثبات برده متوسط، مش بيروح في ثانيه، بس برده مش ثابت قوي. هخليه دلوقتي بما ان هو اقل واحد انا استخدمته. كمان كان في ده من روزبيري اسمه فيلفت ليكويد بلاش، والدرجه اسمها باف. تمام، ده بقى خطير، ده احلى من بتاع اماندا. هو بيجمنت برده قويه ولونه احلى، وكمان دمجه اسهل. تمام، ولكن برضو ممكن يقطع. في كم مره قطع مني، وفي بقيه المرات ما قطعش وكان تحفه. فانا مش عارفه ايه المشكله، بس يعني هو احلى من بتاع اماندا بتاع روزبيري ده. وعندهم درجات كلها تقريبا درجات حلوه ويوميه كده. انا مش عارفه كنت بعمل ايه وانا بختار الدرجه دي، بس كنت بحاول اختار درجه مختلفه يعني عن اللي عندي. بس لا، مش هختار بعد كده درجات مختلفه غريبه عن اللي عندي عشان مش بستخدمها. تمام، فده هيتشال. اللي فاضل تقريبا كله شي جلام. فتعالوا نبدأ. ده اللي هو اللاين المشهور بتاعهم. عندي منه درجات مختلفة كتير. دي كانت احدث درجة انا جبتها، اسمها كيوتي باي، وحبيتها جدا جدا. درجة خطيرة وحلوة لكل يوم وناعمة وكيوتي كيوتي. تمام، فهشيلها دي دلوقتي. عندي كمان من نفس اللاين الدرجة اللي هي اسمها بيتل توك، اللي هي كانت طالعة ترندي قوي الفترة الأخيرة. تمام، دي ما استخدمتهاش كتير زي التانيين، فممكن اخليها برضو. حاسة ان هي صيفي حلوة، بينكي كيوت. بعد كده عندي من اللاين اللي هو شكله كيوت وعلى شكل هارت كده. الدرجة اللي اسمها تشيرش تقريبا. خطير، تحفة، حلو جدا. بصوا درجته ناعمة، كريمي كده، تحفة، وبيندمج بسهولة، مش بيقطع. فتحفة تحفة تحفة، حلو قوي. فده حبيته واستخدمته يعني حبة حلوين، فممكن نشيله برضو. كمان في هو ده الستيك. ده اول ستيك تقريبا عملوه للكريم بلاشر بتاع شي جلام، اللي هو اسمه سناتش ان بلاش ستيك. ودي الدرجة اللي اسمها ايه، مش شايفة، اسمها وايد لاف. هي برضو درجته تحفة، نود كده خطيرة. وده سواتش ليها برضو، استخدمته كذا مرة وحلو قوي. ولكن لو هنقارنه بالحاجات الجديدة اللي طالعة، فالحاجات الجديدة انعم واسهل في الدمج وكده، وبتجري اسرع. ولكن هو ستيل حلو، انا بحبه يعني، وهشيله دلوقتي. وكان من نفس اللاين قلت اجرب الهايلايتر، بس انا نسيت استخدمه كتير بصراحه، يعني استخدمته كم مره كده. اعتقد ده ممكن اخليه. ده شكل الهايلايتر، نحطه كده هنا، حلو. في سنة جليتر كان محطوط هنا على جنبه ونسيته، ممكن احطه مع الجزء ده عشان ما انساهوش. وبعدين في اللاين ده بتاع شي جلام، اللي هو في جار كده اسمه جيلي جام ولا ايه، شيكي كالر جام. والدرجه دي اللي اسمها روز ميديو او ميدايو، معرفش تتقال ازاي. ده الدرجه على احمر كده شويه، نبيتي، تحفه، عجباني جدا. وحاسه ان انا مش عايزه اشيلها، عايزه اخليها لسه. ده الدرجه بتاعتها فيلفت كده، حلوه قوي. انا مش عارفه، بلاقي ناس بيقولوا على اللاين ده انه مش حلو وبيقطع، بس انا معايا حلو ومش بيقطع، والدرجه بيجمنت حلو وثباتها حلو. والدرجه دي على الشفايف كمان تحفه، حلوه قوي. بحب احطها على شفايفي كده، بتدي شكل فيلفت خطير. فدي هتفضل، حاسه ان انا عايزه اخليها. كنت جايبه برضو اللاين ده اللي هو بتاع مش عارفه اسمه ايه، لونر اوربت بلاش، اللي هو على شكل كوكب تقريبا او سفينه فضاء، مش عارفه، حاساها كوكب اكتر. تمام، ده شكله. وتقريبا الدرجة اسمها اتموسفير تقريبا، لان الدرجة مش مكتوب عليها خالص. ما علينا، ده شكله وهو جلوي كده وخطير. مش عارفة اعملها لكم كده، بصوا بيدي لمعة خطيرة اهو. بصوا ده شكله. نحاول ان احنا نعمل هنا مثلا، شايفين هو ناعم كده ومش اوفر يعني، وحلو قوي كل يوم. وحاسه انا ما استخدمتوش كتير، مش عارفه ليه، كنت يعني مركزه مع الحاجات التانية، فممكن ده كمان يتساب. فهنسيب دول، اوكي. وبكده نبقى خلصنا كل اللي في الدرج اخيرا. ودي بس الحاجات اللي انا حاسه ان انا محتاجه ان انا اسيبها دلوقتي. ممكن نغير رايي لما نيجي ايه نختار من ادراج الميك اب. انا مش عارفه انتوا شايفين من هنا الدرج ده بقى ليبستكس، فهنختار دلوقتي شويه ليبستكس من الكوليكشن. دلوقتي بقى هنفتح باقي الادراج ونختار مع بعض حاجات كتير. اول درج عندي هو الدرج اللي فيه فاونديشنز وكونسيلرز، وكمان في برايمرز. هنا في كونسيلرز جديده لسه ما اتفتحتش، وفي اقلام حواجب بتاع شي جلام لسه ما اتفتحوش. بس كنت حابه الفتره الاخيره
اجرب لكم انواع تانية غير ليمة الحواجب دي، بس حاسه انا بدات اندم وعايزه افتحهم. استخدم ده، بحس ده بيبقى شكله حلو في الصيف بتاع نمبر 7. الكونسيلرز بقى بفكر استخدم ده من ديبورا، حاسه درجته ممكن تبقى مناسبه معايا دلوقتي. وممكن كمان اختار ده من استرا، هو درجته غامقه. انا جايبه كونسيلر فاتح كده من شي جلام، فحاسه اني ممكن اظبط الدرجه بيه مع ده لان ده غامق وبيأكسد كده. ممكن احط ده من شي جلام اللي هو الدرجه اسمها ايه مش عارفه، اسمها مادلين. ده هينور برضو، هيساعد ان انا افتح. بس كفايه كده كونسيلرز. الفاونديشنز مش عارفه ومش حاسه ومش عايزه، بس ممكن ده بحب استخدمه في الصيف ودرجته حلوه معايا، مش بحتاج ان انا اعمله ميكس مع حاجه. ممكن ده بتاع بورجوا، بحسه حلو، بحبه في كل وقت صيف شتاء يعني، ودرجته بحسها في الصيف انسب من الشتاء، فممكن اختار ده كمان. وتصدقوا في كمان ده بتاع ميبلين فيت مي، بحسه في الصيف احسن، احطه. بس حاسه انا اخترت كتير، خليهم. انا اوريدي كده يعني ايه، بقيت باخد فتره عبال ما بعمل الفيديو ده. اعتقد كده خلاص الدرج ده، وندخل على الدرج اللي بعده. دي تقريبا كل الليبستكس اللي عندي تقريبا يعني، ممكن يبقى في حاجات في الشنط وكده بس ما علينا. حتى هنا اللينسز اللي انا بستخدمها او المفتوحين يعني. هنا في ليب جلوسز. طبعا انا جبت كام ليب جلوس جديد، يعني كولكشن ليب جلوسز بيكبر. بدات اسيب الليكويد بلاشر والكريم بلاشر وبدات اخش على الجلوسز. فمن الجلوسز حابه اختار ايه، حاسه ان انا بقالي كتير ما استخدمتش ده من ديبورا، حلو جدا، بيدي لمعه حلوه. ممكن برضو احط ده من كفر جيرل، راسه على شكل قطه كده وعسول وكيوت. وهنا بقى الليبستكس المات النود. اغلب الليبستكس اللي عندي نود اساسا يعني، جزء صغير بس هو الاحمرات وحاجات كده. هنا بقى عايزين نركز على ايه، ممكن اختار الدرجه دي بما اني كنت بختار الدرجه التانية من ميبلين. دي درجته 65 من جوسي بيوتي اللي هو فيك ما تبوسني 301. ممكن نشوف حاجه بينك. طيب بلاش مات، ممكن البينك يبقى من جوسي بيوتي، ده بحبه اللي هو انه واحد ده 302 دي تقريبا ولا 3 مش عارفه. اخد حاجه من اسنس اللي هم دول، مش عارفه ده. ممكن احط ده رقم 1 نوت كده. اوبس، ده من ويت اند وايلد، بقالي كتير ما استخدمتوش. بيرت اول ده كان مشهور، ممكن احطه بالمره. ممكن اختار ده من سيبال، هو على بينك اللي هو اولد بينك، ده حلو قوي. ده من MN، انا بحبه كليب لاينر، هو رقم 24، حلو قوي. ندخل بقى على الدرج المفضل لقلبي ده فيه كل البلاشرز، الباودرز، البرونزرز، الهايلايترز، كل حاجه ليها علاقه بالخدود. وحاسه ان هو هينفجر، بس يعني هو مبسوط صح يعني. في حاجات هنا كمان في الجنب، ما علينا. نختار باودر بما اننا شلت الباودرز، مفيش ولا باودر. في واحده باودر في البروجكت بان، بس عايزه احط بقى باودر تانية. دي كنت لسه حطاها، حاسه ان انا ممكن احط دي، وكمان نحط حاجه كومباكت ولا دي. ممكن احط 2 لوس ودي، ايه رايكم؟ نيجي بقى على الباليتس. انا دايما بحط الباليتس كده في الجناب هنا وهنا وهنا، فممكن نختار دي من شي جلام، بحبها. ده شكلها الدرجة اللي هي اسمها إينا مورد. وممكن اختار كمان الباليت دي بتاعة ريمل، بحبها جدا وتنفع قوي في السفر وكده. البرونزرز بقى، حاسه انا بقالي قرون ما استخدمتش ده، وانا بحبه جدا، بتاع كاتريس او كاتريس رقم 10. بس مش عايزه اختار برونزرز كتيره، اوريدي في ده في برونزر، واحنا اخترنا واحد وفي واحد كنا سايبينه، فحلو قوي كده. هنا بقى الجزء ده بلاشر باودرز، فانا محتاره بصراحه ده ايه. ممكن ده بتاع لونا، ده رقم 511، حلو. ممكن ده بتاع شي جلام، برضو بقالي كتير ما استخدمتوش. وفي باليت بقول لكم جديده، هوريها لكم ان شاء الله في فيديو مشتريات. مش يعني في حاجات كتير جديده مش هحطها معاكم في الدرج، هتشوفوها في المشتريات. فاستنوا، في مشتريات كتير وحلوه ويعني مختلفه، مش شي جلام بس. استنوا قريب ان شاء الله، ادعوا لي بس ايه الاقي وقت اعرف ان انا اكلمكم كده. عايزه حاجه مختلفه. اوريدي في بينك وبيتش، وفي اللي هو بتاع شي جلام. في ده انا عايزه استخدم، استنوا، ده من تشاو
مستخدمتوش كتير، يعتبر جديد في الكولكشن ولونه مختلف. وممكن نختار واحد من دول بتوع سيبال رقم 6. ده بقالي كتير اوي مستخدمتوش، حاسه مختلف عن اللي احنا اخترناهم، فتمام هختار ده كمان. ممكن ده بتاع فوريفر 52، ده من اكتر الهايلايترز اللي انا بحبها. الجزء الغامق ده انا بستخدمه كجلوي برونزر، وده كهايلايتر واوريدي فيه بان فيها. وممكن عشان يبقى فيه اوبشن على بينك اختار ده من مينيسو. الكريم بلاشرز هما محطوطين هنا كده، دول اللي انا مستخدمتهمش بقالي مده. يا لهوي انا حاسه ان انا ممكن اختارهم كلهم، بس اوريدي في كريم بلاشرز جديده فعايزين نعمل حسابنا. واوريدي احنا سايبين كريم بلاشرز بس ده حلو، فانا عايزه اخد ده. وعايزه في واحد هنا تحت كده عايزين نستخدمه، ده بتاع استرا برضو. ده بحسه صيفي كده، درجته رقم 5. تحسوه بصوا لونه اورنج كده شويه وتحسوه صيفي، فهاخد ده. ايوه لاف كيك، انا بقالي كتير جدا مستخدمتش لاف كيك مع انه من اكتر الدرجات اللي انا بحبها، فهختار لاف كيك بتاع شي جلام ده. انا اسفه على الاضاءه عماله تعمل كده مش عارفه ليه، وايدي هتاكلني واستخدم ده، بس كفايه خليه ده المره الجايه. ندخل بقى على الاي شادو، ومحتاره ومش عارفه. اوريدي في باليت جديده واحنا سايبين 2 3 تانيين، فهنشوف هنعمل ايه. حاسه بقالي كتير قوي مستخدمتش دي نيوتن وايت. وبرده يعني كنت بفكر قوي في الباليت دي بتاعت شي جلام اللي هي اسمها ديزرت باليت، الوانها حلوه قوي وناعمه كده وعسوله، فهختار دي كمان. وبفكر اختار دي من جوسي بيوتي. ممكن دي بقى بما ان احنا شلنا الباليت الموف او البينك بتاعت روبي روز، فممكن اختار الباليت دي بتاعت ميك اب ريفولوشن، حلوة قوي. ممكن نختار واحدة من الصغننين بتوع كاركتر. ده شكل درجاتها حاساها شتوي شوية، لا خلي دي شتوي شوية. نختار اللي هي دي، دي صيفي. نختار الباليت دي رقم 1 من كاركتر اللي هي اللاين بتاع برنسس. وبس كده، ده الفاينل لوك للدور. كانت كل الحاجات اللي انا اخترتها معاكم تقريبا رصيتها، بس الباليت دي يعني ايه مش لاقي لها مكان فهحطها كده بس. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. مع السلامه.